في خبر مفجع هز الوسط الفني والثقافي في مصر والعالم العربي، أعلنت نقابة المهن التمثيلية مساء أمس عن وفاة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب بعد صراع قصير مع المرض. وقد توفيت الراحلة في أحد مستشفيات القاهرة، حيث كانت ترقد منذ عدة أيام إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة. سميحة أيوب التي لقبت بسيدة المسرح العربي كانت رمزا من رموز الفن الراقي، وساهمت خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من 7 عقود في إثراء الحياة الفنية بمئات الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية. نعى عدد كبير من الفنانين والمثقفين سميحة أيوب، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدان قامة فنية وإنسانية كبيرة، حيث كتب الفنان خالد النبوي: وداعا يا عظيمة، علمت أجيالا كيف يكون الفن الحقيقي. وقد أعلنت وزارة الثقافة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام مع تنكيس الأعلام في عدد من المؤسسات الثقافية. الجنازة ستشيع ظهر اليوم من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، على أن يوارى الجثمان الثرى في مقابر الأسرة بمدينة نصر.